ساعة واحدة 60 دقيقة كانت كفيلة إن جماهير النادي الأهلي تدخل على موقع نادي نيس الفرنسي اللي راح امبارح اتعاقد معاه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد المنعم. ساعة واحدة كفيلة إن أثبتت لجماهير في فرنسا ونادي نيس الفرنسي قد إيه جماهير النادي الأهلي، قد إيه جماهير مصر كبيرة وعظيمة، قد إيه بتعشق نجومها وبتعشق لاعبتها. نادي نيس الفرنسي امبارح قدم لاعب النادي الاهلي السابق محمد عبد المنعم في فيديو تاريخي. قدموه امبارح فيديو للتاريخ، بالفعل فخر ليه الاهلاويه والمصريين وكل من ينتمي لكرة القدم. الفيديو امبارح كان اسطوري، كان فيه او بدأ لقطات فيه بالاهرامات اللي هي الاثار المصريه العظيمه اللي مصر يعني دايما معروفه باهراماتها، بنيلها، بالقدماء المصريين، بالاثار العظيمه اللي موجوده في مصر. فبدأ الفيديو بالاهرامات، وجابوا بعد كده بقى اهداف محمد عبد المنعم ولقطات ليه سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي وجوانه، وكمان لقطات ليه من كل الزوايا في الملعب. وامبارح بقى كمان كان اكبر ريكورد ليه في تاريخ النادي الفرنسي، لان كان اكبر مثلا او احسن تقديم لنادي للاعب في الفريق جاب 100,000 مشاهدة. لكن امبارح حصلت المعجزة وحصل على 1,000,000 متابعة زي ما قلت لحضراتكم في بداية الفيديو. ساعة واحدة 60 دقيقة، لدرجة ان النادي الفرنسي كتب على صفحته يا مصريين. هو طبعا مش عارف او مش قادرين، مش عارفين ان دول جماهير الاهلي، لكن برضه هم جماهير الاهلي هي مصريين وهي الجماهير المصريه وبتعبر عن مصر. قالوا بالراحه الصفحه هتقع من كتر ما جماهير مصر، وطبعا في جماهير عربيه دخلت على الموقع وعملت متابعه للفيديو التاريخي والاسطوري لتقديم محمد عبد المنعم. ان شاء الله ربنا يوفقه ويقدم مستوى طيب جدا يشرف الكره المصريه في فرنسا. كل لاعب في الاهلي بالنسبه لمحمد عبد المنعم قدموا له التهنئه على صفحتهم الخاصه، كل لاعبي النادي الاهلي. وطبعا في لعيبه تاني من الانديه التانيه برضو اصدقاء لمحمد عبد المنعم قدموا له التهنئه. كمان من عظمه جماهير الاهلي وعظمه عشاق الشياطين الحمر، رابطه الانديه عملت 11 لاعب اللي هم احسن 11 لاعب في الموسم اللي فات اللي هو لسه منتهي. اشرف داري لاعب المنتخب المغربي، الفيديو بتاعه للنادي الاهلي قدمه فيه عمل 4 مليون مشاهدة، وده من اكبر فيديوهات للاعب نادي بيقدمه 4 مليون مشاهدة. وده بيوري لك قمة وقيمة وعظمة جماهير النادي الأهلي. والنادي الأهلي قد إيه جماهير النادي الأهلي عظيمة، قد إيه جماهير النادي الأهلي وفية، اللي بيحبها بتحبه، اللي بيقدم لها إيراد بتقدم له 24 إيراد. هي دي جماهير مصر وجماهير النادي الأهلي العظيمة. الشناوي محمد الشناوي خد احسن حارس مرمى، محمد هاني احسن باك يمين، كريم فؤاد احسن باك شمال، محمد عبد المنعم احسن قلب دفاع، وسط الملعب قفشه، امام عاشور ومروان عطيه، احسن هجوم وسام ابو علي اللاعب الفلسطيني.
كمان بقى رابطة الأندية تجاهلت تماما بيرسي تاو ورامي ربيعة وطاهر محمد طاهر، فحطوا بدل منهم أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا. طبعا ده كان لاعب في النادي الأهلي، دخلت جماهير النادي الأهلي وصوتت لصالح أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا، وخد أحسن قلب دفاع على حساب المسلوسي لاعب نادي الزمالك واحمد سامي لاعب بيراميدز. وكمان زيزو لاعب نادي الزمالك وينج يمين كان معاه ميدو جابر، خد 3 أضعاف التصويت اللي خده زيزو، وده بيدل على قيمة وعظمة وشعبية جماهير النادي الأهلي، قد إيه هي جماهير كبيرة جدا سواء في مصر أو خارج مصر. خد 3 أضعاف زيزو، وفاز بيها طبعا ميدو جابر. لكن عظمة جماهير الأهلي كمان إن في الصفقات جابت لاعبة رومانية في كرة الطايرة، ما شاء الله بتضرب الكرة من 3 متر، تخيل من 3 متر بتطلع وتضرب الإرسال من 3 متر. كمان النادي الأهلي اتعاقد مع لاعبة السنغال نديوما لكرة السلة، عندها 21 سنة ولاعيبة خطيرة جدا 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 في منتخب السنغال. كمان في السلة الأهلي اتعاقد مع السلة رجال، اتعاقد مع بيبو زهران، وبيبو زهران لاعب يعني هيقدم كتير جدا في النادي الأهلي، هيفيد النادي الأهلي والنادي الأهلي أكيد هيفيده. سياسة النادي الأهلي واضحة، سياسة النادي الأهلي واضحة، الأفضل في كل الألعاب، هو عايز يبقى الأفضل. الأهلي سيطر على كرة القدم واليد، وبدأ كمان الألعاب الفردية والجماعية التانية. طبعا برضو قدم كرة قدم سيدات، وده وجاب لهم بقى مدرب فرنسي، والمشرف على الكرة في الكرة النسائية مين؟ شادي محمد، المشرف على النشاط كابتن شادي محمد كابتن النادي الأهلي. اتعاقد مع اللاعبة شاهد إبراهيم، ودي لعبة جديدة. لكن كمان محمود متولي لاعب النادي الأهلي بسبب الإصابات، وهو مش للأسف الشديد بسبب الإصابات اللي بعدته كتير جدا، فالنادي الأهلي انتهى طبعا التعاقد معاه الموسم ده. لكن راح فين بقى؟ راح لسيد البلد نادي الاتحاد السكندري، اللي انا بعتبره اكنه بالظبط كانه في النادي الاهلي، سواء الاتحاد السكندري او النادي الاولمبي او الانديه العظيمه الجماهيريه دي. ونادي الاتحاد نادي كبير له جماهيره وليه عشاقه وليه مجلس اداره محترم. كل التوفيق لمحمود متولي لاعب النادي الاهلي في موسم او مع نادي الاتحاد، ويقدم موسم يليق بمحمود متولي، لانه فعلا لاعب كبير ويستحق كل تقدير.